معارك أنهكت تحصينات داعش الإرهابي، وباتت كل يوم تخسر مواقعها أمام ضربات مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية وتتكبد خسائر كبيرة. ففي اليوم الخامس من حملة عاصفة الجزيرة التي أعلنتها قوات سوريا الديمقراطية، تمكنت القوات من التقدم وبشكل كبير بعد معارك ساخنة خاضتها قواتها في قرية الحميدية التي تبعد عن مركز الشدادي ما يقارب 35 كيلومترا. على إثر تلك المعارك استطاع المقاتلون من تحرير القرية ودخولها والقضاء على العديد من مرتزقة داعش وتدمير تحصيناتهم، بذلك يكون المسافة التي تفصل قوات قسد عن الدشيشة 6 كيلومترات لا غير. عند دخول المقاتلين إلى القرية عثروا على العديد من الأنفاق والخنادق التي كانت تستحملها عناصر داعش الإرهابي للتخفي من ضربات قوات سوريا الديمقراطية، كما أنها لغمت كافة طرق وبيوت القرية. ولدخولها يصطحبنا باران، وهو أحد المقاتلين في صفوف قوات سوريا الديمقراطية وقائد العربة، يؤكد أن القرية قد فخخت بالكامل وباتت منازل المدنيين في خطر. طبعا نحن هلا متجهين لقرية الحميدية اللي تبعد عن قرية منطقة الدشيشة 5 كيلومتر. نحن هلا رايحين مشان نشوف القرية اللي سيطرنا عليها ليلة البارح، والقرية إلى حد هلا يعني القرية ملغمة تقريبا بشكل كامل، وتوجد أنفاق في القرية وتوجد بعض الأنفاق والخنادق لتنظيم داعش. لذلك نحن مضطرون انه نروح بسيارة مدرعة. يتمركز مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية في خنادقهم وبجاهزية تامة لصد أي هجوم مباغت. وعلى أحد الخطوط يقول المقاتل ميتان: عند دخولنا قرية الحميدية بعد القضاء على من فيها من مرتزقة داعش الإرهابي، شاهدنا العديد من الأنفاق وتم تدميرها وردمها من قبل المقاتلين. هلا احنا بقرية الحميدية وحررناها البارح بالليل تحررت بالكامل، وهلا احنا باتجاه داعش، واليوم راح نتقدم كمان، راح ناخذ لعند الدشيشة. لقينا انفاق ولقينا يعني مفخ الجري بكملها مفخ ملقمة كلياتها، وبيها انفاق لداعش مرزقة داعش. أما بالنسبة لخطوط العدو فإنها لا تبعد سوى المئات من الأمتار. تحرير الأرض والوطن لم يبت حلما فقط، هذا ما يؤكده المقاتل جقر بأنهم سيخلصون الأرض ووحدة الشعب السوري من تلك الجماعات الإرهابية التي دنست طهارة الأرض. ونحن الآن نتقدم باتجاه منطقة الدشيشة المسمية بمنطقة الحميدية، ونحن والرفاق هنا متواجدون قرية الحميدية لردع وطرد الإرهاب الدانس الذي وسخ أراضي سوريا. ونحن نعاهد بدماء الشهداء ونعاهد المدنيين بطرد هذا العدو الذي أحصر أكتام الناس. طالما كانت داعش تستخدم مثل هذه المناطق الصحراوية كمراكز لها، وبالأخص لشن هجماتها الإرهابية، كون منطقة الدشيشة ذو مكان استراتيجي بموقعها الجغرافي الواقع على الحدود العراقية السورية، وهذا ما أدى إلى تنسيق بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش العراقي لتنظيف تلك المنطقة الحدودية معا.